صباح الخير على حبايبنا او مساء الخير على حسب التوقيت اللي انتوا بتشاهدوا الفيديو فيه. النهارده جاي اكلمكم يعني على الدراسة هنا والحياة هنا عامة يعني والسكن الجامعي والحاجات دي كلها. بس اولا احب افكركم ان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ. انا طالب هنا بدرس طب بشري في روسيا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات. روسيا هنا مش بتشترط على مجموع انك تخش بيه الجامعة هنا وكده. حتى لو جايب 50% في الثانوية العامة بتخش اي كلية انت تختارها. مش بتشترط معدل يعني في المجموع وكده. هنا في تخصصات كتير. انت لو جايب 50% عاوز تدرس طب بشري هتدرس، لو عاوز تدرس هندسة هتدرس، عاوز تدرس أي كلية تانية هتدرس زي ما انت عاوز. بتختار اللي انت بتختاره بتدرسه. آم، هنا السفر يعني السفر لروسيا وكده مش بيحتاج أوراق كتير وكده. انت بس يعني اللي بيشوف مين اللي هيقدم لك، او انت لو كنت هتقدم لنفسك وهتتكلم يعني مع الجامعات وتتواصل مع الجامعة بنفسك يعني. فمش بياخدوا ورق كتير، هو جواز السفر بتاعك، صورة من جواز السفر وصورة من الثانوية، من شهادة الثانوية العامة بتاعتك. بس يعني هو شهادة صورة من الشهادة بتاعت الثانوية العامة وصورة من جواز السفر بتاعك، وبتقدم بيه للجامعة إن كنت أنت اللي هتقدم أو هتبعته لحد هو يقدم لك. لو ما تقبلتش في جامعة بتقدم في التانية كده يعني. إن شاء الله بتتقبل في جامعة. في هنا ناس بتدرس بالروسي وكده بيقدموا على تحضير الأول. في ناس بقى بتحب اللي هي تدرس بالإنجليزي وكده. ف برضك بيقدموا يعني بالإنجليزي على حسب زي ما هم عاوزين. اللي هيدرس بالروسي ده بياخد سنة تحضير الأول وكده قبل سنين التخصص. ده على حسب انت عاوز. حتى في ناس هنا انا عملت كده. في ناس هنا عاوزة تدرس انجليزي عادي، بس بتاخد سنة التحضير دي علشان يعرفوا لغة البلد والناس اللي بتتكلم، الناس بتتكلم بتقول ايه والكلام ده كله، يعرفوا يتواصلوا معاهم لما ينزلوا يشتروا حاجات والكلام من ده. برضك انت على حسب ما انت عاوز ويعني ايه، على حسب ما انت بتدورها يعني وكده وتشوف دنيتك وكده. هنا المعيشة وكده. يعني قبل الحرب حاجة وبعد الحرب حاجة تانية. قبل الحرب كان 150 دولار يعيشوك حلوة قوي والدنيا تبقى تمام تمام وكل حاجة حلوة يعني. انا بتكلم على الناس اللي هي ايه الفئة المتوسطة واللي هي الاقل من المتوسط. امال الفئة اللي هي الغنية وكده دول يعني دول حاجة تانية بقى، دول مصاريف خاصة بيهم بيعدوا يعني. بعد الحرب ممكن تكون وصلت ل 200 دولار وكده او 200 وشوية، على حسب بردك المدينة اللي انت قاعد فيها. مش كل المدن بنفس الاسعار والكلام من ده. يعني ما تجيش ما يجيش مدينة يعني يكون المعيشة فيها قليلة زي موسكو وسان بيتر. دول موسكو وسان بيتر دول حكاية تانية خالص. المعيشة فيهم غالية زي العاصمة يعني وكده، فبيبقى العيشة فيهم غالية والدنيا هناك غالية شوية. دلوقتي بردك بعد الحرب الأسعار اختلفت كتير عن الأول. في حاجات زادت وفي حاجات زي ما هي. برضك بيبقى صعب على الطالب شوية عشان دلوقتي انت حاليا قبل الحرب يعني لو والدك كان يبعت لك في المتوسط ايه 3000 4000، دلوقتي محتاج يبعت لك 4 5. فالمعيشة زادت هنا شوية برضك، بس أحسن من أي دولة تانية، لأن الدول التانية غالية برضك زي ما احنا عارفين. روسيا بالنسبة للدول التانية رخيصة شوية مش زيهم يعني. في هنا السكن الجامعي هنا انت بتدفع له حوالي من 80 دولار في السنة. ده السكن الجامعي هنا. السكن الجامعي رخيص مش غالي.
لحد 500 او 700 دولار، والله مش عارف، مش متأكد يعني. على حسب على حسب المدينة اللي انت فيها، وعلى حسب الجامعة ومصاريفها عاملة ازاي والكلام ده كله، على حسب السكن اللي انت بتقعد فيه. انا السنة اللي فاتت كنت قاعد في مدينة غير اللي انا قاعد فيها دلوقتي. كان السكن فيها ب 80 دولار برضو. كان نضيف خالص وحلو يعني، نضيف. في جامعات السكن فيها مش حلو، عشان مش بحب النفاق بصراحة. السكن في هنا سكنات حلوة في تبع جامعات، وفي سكنات لا. آه، برضك ده بيدل على ايه، على حسب نظافة الشخص اللي بيبقى قاعد في الأوضة برضك. انت لو قاعد في حتة وحشة وفي غرفة، انت على حسب نظافتك انت بتنظف الأوضة. محدش هيخش يوسخها بعد ما انت تنضفها اكيد. انت ادام نضفتها هتفضل نضيفة وتبقى حلوة. ده لو انت قاعد في سكن وحش مش حلو. او لو قاعد في سكن حلو، ده بيرضك بيساعدك على النظافة اكتر، وتبقى انضف اكتر واكتر. بتبقى على حسب كل سكن ونظامه ماشي ازاي وعامل ايه وكده. هنا مصاريف السكن وكده. لو انت يعني مش مقتدر ان انت تدفعها كلها على بعضها وكده، انت يعني ممكن تدفع بالشهر عادي. آه، على حسب يعني انت عاوز ايه، ممكن تدفع بالشهر، تشوف الشهر عامل قد ايه وتدفعه. تشوف الدنيا يعني ماشية ازاي على حسب انت احتياجاتك والكلام من ده وتدفع. في ناس برضك بتبقى مقتدرة وكده، بتاخد شقة بره السكن الجامعي، يعني أريح لها من حوارات السكن الجامعي وكده. بس الشقة بره بالنسبة لطالب جامعي وبيدرس وكده غالية قوي، غالية. أمال لو واحد شغال فده حلو يعني، ليه عادي هو يشتغل ويدفع السكن يعني حلو، ده مش وحش. أمال بالنسبة لطالب جامعي والده بيبعت له فلوس ويعني بيصرف من والده، يعني من الفلوس اللي بيبعتها له والده وكده، فبتبقى غالية قوي السكن بره. بالنسبة للخدمات بره، هي مش غالية قوي يعني، ممكن في معدل من 50 ل 100 دولار، اللي هي الخدمات اللي هي الغاز والكهرباء والمية وكده. بس ده عن السكن يعني الجامعي والسكن الخاص. في هنا في روسيا مش كل الجامعات حلوة ومش كلها وحشة. في جامعات نضيفة خالص وحلوة خالص في المدن الكبيرة، وفي جامعات مش حلوة خالص. آه، بص، في كل حاجة يعني، زي كل دولة، يعني كل دولة فيها الحلو والوحش. وبرضك في هنا المدن وكده، المدن برضك في حلوة وفي مدن وحشة. في الأشخاص هنا يعني هنا الأشخاص يعني على حسب كل مدينة برضك، أحسن هنا مش زي الدول العرب وكده. هنا المدينة المدن وكده بيبقى فيها مدن السكان بتوعها يعني على حسب ايه الجمهورية اللي هم قاعدين فيها. في هنا جمهوريات كتير قوي. كل جمهورية وعلى حسب التعامل بتاعها وعاداتها وتقاليدها وكده. مش كل الروسيين وحشين ومش كلهم حلوين. زي عندنا برضك في ناس حلوة وفي ناس وحشة. يعني على حسب يعني المكان اللي انت قاعد فيه. آه، في ناس تقابلهم يتكلموا معاك وحلوين وعادي ومفيش اي حاجة. في ناس تانية لأ وبيكشروا وكده. دول برضك عندنا في مصر كده يعني، مش هنقول هنا بس. فكرة العنصرية وكده. العنصرية هنا مش موجودة يعني، فيما نقول معدومة يعني، مش موجود كتير. فاهمني يعني، بنسبة 99 دول مفيش عنصرية. 1% عنصرية. أنا بقالي هنا سنتين ما شفتش عنصرية يعني مع حد غير تقريبا يعني شخصين بس، قابلت شخصين هما اللي كان فيه تفرقة عنصرية وكده. هنا الشغل يعني لو الطالب الجامعي عاوز يشتغل وكده، يتم في شغل وكده، وتنزل تشتغل وتصرف وكده.
مش هنقول ان مفيش، لا هو فيه. بس يعني بتبقى على حسب بقى ان الواحد جاي هنا عشان شغل او دراسة. لو جاي دراسة طبعا يبقى مش هيعرف يشتغل جنب الدراسة. او يعني على حسب التخصص اللي هو فيه وكده. لو هو يعني قدر اللي هو يشتغل جنب الدراسة وفي وقت وكده فبيشتغل عادي. الشغل مش بيجي بالساهل، الشغل لازم تيجي، لازم تدور عليه وتعافر عشان تلاقيه وتنزل شغل. آه، في اي حتة كده مش الشغل مش هيجيلك لوحده. لازم برضك يكون معاك لغة كويسة عشان تشتغل. مش لازم يكون معاك لغة كتير يعني، بس يكون لغة تعرف تتواصل معاهم يعني اي حاجة كده، يعني اللي هو التواصل العادي يعني. في ناس هنا بتشتغل بعد الدراسة وكده، يعني بعد ما يخلصوا بعد ما يخلصوا السنة الدراسية يروحوا يشتغلوا يعني بعد الدراسة في الأجازة، فترة الأجازة وكده. في ناس هنا بعد الأجازة يعني لما تيجي الأجازة بينزلوا بلدهم وكده، على حسب كل شخص يعني هو عاوز ايه، عاوز يفضل هنا ولا ينزل أو يشتغل كده يعني. زي ما قلنا الشعب هنا، الشعب العنصرية مش موجود، يعتبر مش موجودة. قليل لما تلاقي حد عنصري. هنا من عاداتهم يعني ان هم بيحبوا الهدوء وبيلتزموا بالمواعيد والكلام ده كله. مش بيحبوا الضوضاء ولا واللي يكون فيه يعني ايه همج والكلام ده كله. المواصلات هنا موجودة طول اليوم. على حسب المدن برضك اللي انت قاعد فيها. لو مدينة كبيرة بيبقى فيه باصات ومترو وترامفاي، في كل حاجة يعني عامة، وتاكسيات. هنا ماشيين أكترية الحاجات اللي هما بيعملوا بيها هنا البرامج هنا بتشوف منها بتسهل لك كل حاجة. اللي بتكتب بس المكان اللي انت عاوز تروحه وانت موجود فين حاليا. بتعرفك انت عاوز تركب ايه، بتطلع لك كذا اختيار هتركب ايه ومنين والكلام ده كله. بتسهل يعني الموضوع عليهم قوي. جودة التعليم مش اللي هي نقول عليها عالية قوي ولا منخفضة قوي. جودة التعليم متوسطة عادية زي اي دولة. في جامعات جودة التعليم فيها عالي قوي، وفي جامعات لا. على حسب الجامعة اللي انت داخلها وكده، فده على حسب الجامعة انت يعني ايه بيطبق عليها يعني جودة التعليم عاملة ازاي والكلام ده كله. هنا الجامعات، ان كان الاعتراف وكده. الاعتراف في الجامعات لازم ده بيطبق على انت من دولة ايه، والشروط اللي الدولة بتاعتك. الشروط اللي الدولة بتاعتك يعني ايه شرط عليك بيها يعني. زي عندنا في مصر، عندنا احنا المجلس الاعلى للجامعات مخصص لنا 15 جامعة بس نخشهم علشان الاعتماد، يعني لما اخلص في الجامعة ابقى معتمد وكده، ولما ارجع مصر اعرف اشتغل واعادل شهادتي واشتغل عادي. بس في ناس تانية مش بيهمها الاعتماد وبيخشوا جامعات تانية اللي عجباهم وكده، فهم دول اللي هيشتغلوا بره فمش هاممهم حاجة فعادي يعني. في دول تانية بصراحة أنا مش عارف قوي، بس اللي أنا أعرفه من أصحابي السوريين هنا والأردنيين إن هما بيدرسوا الجامعات كلها مفتوحة لهم معتمد عادي. بس في شرط وحيد الدولة شرط عليهم بيها، إن هما بيدرسوا هنا باللغة الروسية، فدول لازم ياخدوا سنة تحضيري. أمال إحنا عندنا في مصر بتدرس بأي لغة أنت عاوزها عادي، إن كان بالإنجليزي أو بالروسي. بس أنا كده إن شاء الله أكون وصلت لكم كل المعلومات اللي هنا وعن الدراسة وكده. و... ولو في اي سؤال اكتبوا لي وان شاء الله ارد عليكم. بس مش عارف اقول لكم ايه تاني بصراحه. اشتركوا بقى في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. و... وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات تانية عن الناس هنا والمعيشه والحاجات دي كلها،